صباح الزهور مصطفى والدلمامور. زهريك زورة وجميلة لم تمسها دب الأنامل، وردة كوكسينية وبديعة حازت الكاس في الخمايل. الورود رشفت رحيقة وعشرقت حليق العسايل. ايه علاقتك بورودي غير تميس ليها وتمايل، غير تميس ليها وتمايل. الورود عارت رحيقة وعشرقت حلق العسايل. صباح الزهور مصطفى والدلمامور. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله. ونحن الليلة بحمد الله مع الحلقة رقم 176، وبنواصل مع جوهرة السودان التي رحلت المرحوم الشاعر المهندس إبراهيم عمر الأمين. بيقول: قومي أريد لكم نشأ له كلف، قومي أريد لكم نشأ له كلف، بالمجد ليس بحب النفس مفتتنا. إن قيل من يتلقى الحمد قال لهم غيري، ومن يتحدى الموت قال أنا. نشأ متى طلب العلياء أمهرها دما وأنقدها في حينه الثمنا. أما ترى الطير إذ يؤتى بموطنه يزود عنه فيوحي أن ذود لنا كل له وطن، والله حدده لكي يكون له دون الورى سكنا. موضوعنا الليلة عن التعقيل. ومبارح يا أخواننا تكلمنا كيف ست البيت دي تنتج من نباتاتها، وكيف تحسن دخلها، وكيف تهدي لصديقاتها وأخواتها شتول نادرة. وبنواصل الليلة في الشرح للنباتات اللي بتتكاثر بالعقلة. ولو بتتذكروا مبارح تعرفنا على العقلة الساقية والعقلة الطرفية، وقلنا الطرفية أحسن في التكاثر وأسرع من العقلة الساقية اللي بتكون في الساق نفسها. طيب كيف بنعمل العقلة؟ أول حاجة مفروض يكون عندك مقص عقلة، وده مقص صغير ومهم جدا، وبتلقاه موجود في محلات الأدوات بتاعت الزراعة دي، ثمنه كلها 15 جنيه. تقوم تقص فرع من الفروع الطرفية، وعشان تطلع من الفرع ده عقل قصي عقلة على الأقل فيها عقدتين. وريناكم العقدتين اللي هي زي المفصل الموجود في الفرع ده يعني. والقص بيكون أسفل الورقة مباشرة، وتقصه بطريقة كويسة دائرية وسليمة، لأنه دي المنطقة اللي حتطلع جذور. والجزء الفوق قصه بطريقة مايلة عشان بعدين انت تقدر تتعرف على الاتجاه الصحيح بتاع العقلة لما تجي تزرعهم، لأنك انت بتقصقص كمية يعني. طيب بالمقص شيل الأوراق السفلية دي كلها، وممكن تخط العقل دي في برطمانية فيها موية لغاية بنفس اتجاهها، يعني الاتجاه الدائري اللي تحت والمايل ده لفوق برا الموية، وتخليها لغاية ما تطلع جذور طولها 2 سنتي. بعد ده ممكن تنقليها لأصيص أو لأكياس صغيرة فيها تربة بيتموس أو رملة، أو تلمي كل العقل الطلعتية وتزرعيها في إناء فيه تربة بيتموس، وتغطيها بكيس بتاع نايلون زي ما قلنا، عشان تدي العقل دي كلها جو دافي رطب. وقبل ما تخط الكيس تديها موية لمدة يعني تدي موية، بعدك تغطي بالكيس. بعد شهر لما تفتح الكيس ده بتلقي النباتات دي كلها طلعت جذور وطلعت أوراق كلها بطريقة جميلة ومنظر جميل. العقل الساقية الخشبية بنعمل نفس الطريقة دي، لكن العقلة يكون طولها أقل حاجة 10 سنتي يعني،
زي المسواك كده، ونشيل نزيل الورق كله من العقلة بتاعت الساق دي ونخلي الساق كاشف. بعد ده نقوم نعرض الحتة اللي حتكون جزر دي، نديها شوية هرمون تجزير، يعني زي نطمسها كده في هرمون التجزير في المنطقة بتاعت الجذور. ونقوم نجيب الإناء بتاعنا فيه التربة أو فيه الرمل ونخرم بحاجة، ما تخرم بالعقلة ذاتها لأنه بتعمل تهتك في المنطقة المفروض يطلع فيها الجذور. خرم بحاجة تانية مختلفة. بعد ذاك نزل العقل دي باتجاه الصحيح، اتجاه قلنا من تحت دايري من فوق مايل عشان تعرف الاتجاه الصحيح. بعد ذاك بتدي موية، بعد ذاك بتغطي بالكيس بتاع البلاستيك، وبعد شهر لما تفتح بتلقاها برضه طلعت جذور وطلعت أوراق وطلعت لك كمية من العقل اللي انت عملتها، وكل واحدة فيهم بتكون نبات براو تحولها في كيس منفصل بتربة عادية أو في قصص صغيرة بتاعت البلاستيك دي. ولما تكبر شوية بتكون جاهزة أنك تهدية أو تبيعية لأقرب مشتل لك وتحسني دخلك، وهو مصدر دخل زيادة. نبات الأسبوع الليلة الكليديوم، وعودنا كل زهرة من الصباح تدينا حكمة أو معلومة مفيدة أو اسم وردي أو طرفة. والليلة الكليديوم أدانا طرفة بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات اللي هي نكت المساطيل. يعني قال مسطول سألوه عن سبب السخانة اليومين دي، قال لهم ده كله من مشجعين الكورة. اسمع يا رويدة، قال ده كله من مشجعين الكورة، شابكيننا فوق 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 لما انتكلونا مع الشمس. مع تحياتي مصطفى ود المامور.